مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الديان. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء. ماذا سنلعب اليوم؟ بل السؤال صحيح، هل سنلعب اليوم؟ يبدو أن عمر وزياد خارجان لمكان ما. يعجبني فيك يا ياسر نباهتك. نعم، نحن خارجان ولن نلعب اليوم. إلى أين ستذهبان؟ سنذهب لشراء مستلزماتنا المدرسية وسنشتري لكما أيضاً. اطمئنا. هل نذهب معكما؟ لا يا ياسر، إننا ذاهبان مع مكتوب ولا نريد إزعاجه. حسناً، دعونا نفعل أي شيء، فقد مللت أنا ويوسف من البقاء هنا بلا شيء نفعله. اقترح علينا أمراً نفعله، فأنا نشيط مفعم بالحيوية. حسناً، ما رأيكما بأن تنظفا الحديقة؟ فشكلها أصبح لا يحتمل. هيا نظفاها لحين عودتنا إليكما. فكرة رائعة يا عمر. هيا يا يوسف، اهتم أنت وياسر بالحديقة ونظفاها جيداً. هيا بنا يا عمر كي لا نتأخر. هيا يا صديقي، نظفاها جيداً يا رفاق. ليتني لم أطلب منكما أي اقتراحات. هيا أيها النشيط، فلدينا كما ترى عمل شاق سنقوم به. هيا يا يوسف، اسمعني جيداً. سأوجهك إلى الأماكن التي تحتاج إلى نظافة، ولتقم أنت بتنظيفها. وماذا ستفعل أنت؟ سأوجهك فقط. ما رأيك أن نبدل الأدوار؟ أنا أوجهك وأنت تنظف. لا، سننظف معاً إذن. هيا، وإياك أن تطلب منهما اقتراحات مجدداً. لا، لقد تعلمت الدرس جيداً. شكراً لك يا مكتوب، لأنك قبلت أن تأتي معنا هذه المرة لشراء أدواتنا المدرسية. لقد صنعت بمجيئك معنا معروفاً لن ننساه. أنا أريد معرفة السبب الذي جعلكما تلحان علي لآتي معكما لشراء مستلزماتكما الدراسية. كل مرة نذهب فيها أنا وعمر وحدنا لشراء مستلزماتنا الدراسية ننفق الكثير من المال في أشياء لا نستخدمها، ونخشى أن نكون من المبذرين. لذا أردنا هذا العام أن يكون بصحبتنا شخص حكيم ليوجهنا لشراء ما نحتاجه وتجنب شراء ما لا نحتاجه. هذه المرة فقط يا مكتوب، وبإذن الله سنذهب وحدنا في المرات القادمة وسنطبق توجيهاتك لنا. حسناً، ما دام الأمر كذلك فسآتي معكما كل مرة حتى أتأكد بنفسي أنكما لا تبذران أموالكما على أشياء لن تستفيد بها. جزاك الله خيراً يا مكتوب، ونعدك ألا نؤخرك. بارك الله فيكما. هيا بنا. انتظر يا عمر قليلاً واطلب من مكتوب أن ينتظر. ماذا تفعل؟ هيا، سنؤخر مكتوباً. هيا يا زياد. سأزيح هذا الأذى عن الطريق يا عمر. صبراً. أنت تؤخرنا من أجل عمل بسيط كهذا؟ ستجعل مكتوباً يتضايق منا. هيا، اترك ما تفعله. لا، لن أتركه. قلت لك اتركه. قلت لك لا، لن أتركه. ما بكما يا صغار؟ زياد يا مكتوب يطلب منا الانتظار لكي يزيح تلك الأغصان عن الطريق كي لا يتأذى منها أحد، وأنا أخبرته بأنك قد تتضايق،
لأنه بهذا العمل البسيط الذي ليس له قيمة قد يؤخرنا. من أخبرك يا عمر بأن ما يفعله زياد عمل بلا قيمة؟ ربما هو عمل بسيط، ولكن هذا العمل البسيط قد يكون سبباً في أن يغفر الله له، كما أن إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان. كيف ذلك يا مكتوب؟ أيغفر الله لعبد قام بإزاحة غصن من الطريق؟ نعم يا عمر، وسأخبرك بالحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. أرأيت يا عمر؟ يجب عليك من الآن ألا تحقر من المعروف شيئا، فلعل الله يغفر لعبده بسبب ذلك العمل البسيط. أحسنت يا زياد، كما أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الله يجزي العبد على قدر كرمه وفضله، وليس على قدر عمل العبد. سامحني يا زياد، واعذرني يا مكتوب. سأساعد زيادا في إماطة الأذى عن الطريق كي أفوز بالثواب مثله. أحسنت يا عمر، وأما أنا فسأشجعكما من مكاني هذا سيكون دوري في هذا العمل. لقد صنعنا جبلاً من القمامة يا ياسر. كيف كنا نعيش في هذا المكان يا يوسف؟ أتشعر بما أشعر به؟ وبما تشعر يا ياسر؟ أشعر بأن رغم بساطة هذا العمل، إلا أنني بعدما رأيت الحديقة بهذا الجمال والنظافة أدركت أنني قمت بعمل عظيم. بل قمنا بعمل عظيم يا ياسر، فأنت لم تنظف وحدك. حسناً، قمنا بعمل عظيم يا يوسف. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمعها روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الضياء. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء.